ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكمان كومنت حلو تحت الفيديو. كنت بلمع البوتاجاز، بعد كده بشيل العين كده بالصدفة لقيت المنظر اللي انتوا شفتوه كده من شوية. اما بتوصل عندي عيون البوتاجاز للمنظر ده دايما بلجأ على طول للملح والبيكربونات. بحط كده معلقة ملح صغيرة من ملح الليمون وكمان البيكربوناتو، وبحط عليهم شوية خل، ولكم أن تتخيلوا كل الدهون المتراكمة جوه العين بتفور كده على البوتاجاز، بتخرج لي كده من نفسها. لو انتم ملاحظين، لو انتم ملاحظين جوه الفيديو كده هتلاقيها الفوران بتاع الزيت ده خارج ده اصلا من العين نفسه، من عيون البوتاجاز. قررت الحركة دي في الخمس عيون، عايزة اقول لكم ان هي رجعت لي العيون تاني، كأنها جديدة، كأني عمري ما استعملتها. دايما مش بدعك ابدا السلاستين بتاع البوتاجاز باي سلكة، لان بيتخدش واللمعة والبريق بتاعه كده بيروح. زي ما انتوا شايفين بقى قررت الحركة دي في كل العيون. خرجت لي طبعا الزيوت من الاماكن الضيقة اللي ما تعرفيش تدخلي فيها لا سلكة ولا فرشة، ولا تعرفي حتى تدخلي اي حاجة جوه الحاجات الضيقة قوي دي. شايفين الفوران يا بنات؟ بجد رهيب. عايزه اقول لكم بقى ان الفوران ده بيبقى سقعان قوي قوي، وبيفتت الدهون، بيخليها تطلع كده. طبعا الفرشه الصغنونه القروبه دي، عايزه اقول لكم ان هي بتدخل كده ما بين كل الزوايا، وبتطلع الزيوت زي ما انتوا شايفين. ولا باور بقى ولا حاجه توجع نفسكم وصدركم ولا اي حاجه. هنا كان في زي حرق كده من المطرح النار، لان ده اكتر عين انا بشتغل عليها. تحسي كده ان النار ايه صفرت، خلت السلاستين يبقى لونه اصفر كده من الجناب دي، ما كانتش زيوت. عايزه اقول لكم برضو ان الملح الليمون والبيكربوناتو بيرجع السلاستين زي الفل. حتى انا عايزه اقول لكم ان انا الحله الضغط عندي بغسلها بالبيكربونات وملح الليمون. لو شفتوها انا كاني ما استعملتهاش قبل، كانها ما اتحطتش على النار قبل كده، لانه بجد ملمح حلو قوي للسلاستين. جبت فوطه بقى، قعدت ادخل طرفها كده، قعدت ادخل طرفها جوه العين لحد ما نشفت كل الميه اللي كانت جواها، ورجعت زي ما انتوا شايفين. كان فيش فيها نقطه زيت كده، فرحانه بيها قوي. شايفين؟ عايزاكم تكرروا الحركه دي يا بنات، وتكتبوا لي في الكومنتات يعني كانت مرضيه بالنسبه لكم ولا لا. طبعا الاضاءه هنا عشان عكس الاضاءه مظلمه. مسكت بقى العينين، عيون البوتاجاز كلها مسكتها، حطيتها كده في بوله، وحطيت عليها معلقه بيكربونات وكمان معلقه ملح ليمون، وحبه فيبا كده من بتوع الكوبايات والاطباق. وبعد كده حطيت، شايفين الفوران؟ قبل ما احط اي حاجه حبه خل، وحطيت بقى ميه سخنه وسبتهم لحد الميه ما بردت، وحطهم تحت الحوض قصدي، بالفرشه اللي كانت في ايدي. دعكتهم وحطيتهم على فوطه كده الصف، ورجعت حطيتهم تاني على البوتاجاز. شايفين الميه؟ شوفوا لك ان تتخيلوا كميه الزيوت. انا مصدومه والله يا جماعه، بغسلها على طول بس انا مش عارفه الزيوت دي كلها اجت منين. طبعا اكتر مكان بيستهلك مننا في المطبخ هو البوتاجاز، لان تقريبا بنستعمله كل يوم. ما فيش واحده فينا تقريبا بيعدي عليها يوم الا لو معزومه بره البيت ما بتشغلوش، لكن احنا بنشتغله كل يوم. شايفين النظافه؟ طبعا كنت ماسكه بقى الفوطه وواقفه عماله انشف الميه الزياده اللي موجوده جوه العيون. شايفين النظافه؟ بجد نظافة مرضية بجد. انا واثقة ان هي هتعجبكم. انا هنا قفلت اللمبة لانها عكس الاضاءة ومش مبينة قوي، بس شايفين ما عادش فيها اي حاجة. شايفين ما شاء الله. يلا بقى مستنيين ايه؟ قوموا جربوها بقى يلا. البوتاجاز بقى زي الفل. متنسوش الشير واللايك وكومنت حلوة تحت الفيديو. سلام.